حركة صعاليق حركة أدبية لمجموعة من الشباب جمعهم عشق الكلمة ومساعدتهم للموهوبين وثقل مواهبهم في شتى المجالات الأدبية والإبداعية من شعر ومقال وغناء وموسيقى. مع شباب الحركة وأهدافها نلتقي اليوم وحلم جديد من احلم معانا. تابعونا. صعلوك من كتر الحزن اللي انا شايله وش اسمر، مديت قلبي لحد الشمس وشقيت عالشعر ممر، طليت مني لوشوش اصحابي في القهوة من وش لوش، كم واحد دخلته في قلبي دوقته فنجان السادة ما حسبش، كم مرة انا وانتي نتكلم من غير ما نطلع صوت، كم مرة نسقط ضحكة في كوباية الشاي ونقول ازاي، كم مرة نقابل بعض بوشوش من ناي ونخاف من بكرة، كم مرة نردد أغنية بصوت مجنون، نكتب أسامينا تحت البلكون ونقول للذكرى عارفة من كتر ما خفت لانساها قمت نسيتها، هي لسه بتحكي، هي لسه بتقلي وش الفجر في طاسة الزيت وتحضر لي الطعمية، لسه بتعشق الفول النابت في الصبحية، لسه الشاي المغلي لما يدوقها بيغمض عينه ويقول الله، هي دايما تربط آخر الشارع بفيونكة بيتها، هي دايما تربط آخر الشارع بفيونكة بيتها، هي دايما تربط آخر الشارع بفيونكة بيتها، دايما شباكها القبلي أول حاجة بيعملها لما بيصحى إنه بيحلب من الشمسة قسط النور، إنه بيهرب من الضلمة للعتمة، جايز إن الشمس تقيد الصالة الأوضة الحمام، بس هي نورها أصلا عدى حدود الرؤية والأحلام، نورها بالنسبة لعين في الحصة الخامسة الحرية لحظة ما ينط من فوق السور، نورها بالنسبة لي مهما نضلم قادر برضو إنه ينور جوه النور، نورها بالنسبة لي مهما نضلم قادر برضو إنه ينور جوه النور. الصعلوق في اللغة معناه الفقير الذي لا سند له، ولكن مجموعة من الشباب تحديدا الشعراء أطلقوا على أنفسهم حركة صعاليق. عايزين نتعرف منهم جات لهم منين فكرة الاسم، وعايزين نتعرف منهم على حركتهم. صعاليق أولا يعني هو تيمنا بالشعراء الصعاليق. شعراء الصعاليق دول مجموعة من الشعراء في عصور ما غيروا شكل الشعر وقدموا شكل جديد للشعر. ثانيا الصعلوق زي ما حضرتك قلتي الفقير الذي لا يمتلك من الدنيا شيء، احنا بنقول احنا مجموعة من الشباب لم نمتلك شهرة ولا مال ولا أي حاجة، احنا بنحاول نقدم فن، نحاول نوصل ده للناس. تجمعكم مع بعض بوجود ان انتوا اصدقاء، ولا ازاي جيت تجمعكم مع بعض؟ احنا اولا تجمعنا بسبب الشعر، بسبب الفن، في صداقة نشأت بعد كده. اوكي. قررنا ان ايماننا باللي احنا بنعمله، ايماننا ببعض، نبدأ نستغل دوت بشكل ما علشان نوصل ده للناس. حضرتك زي ما انت عارفة ان في فجوة عميقة ما بين الفن، ما بين الشعر والأدب ومجالات الفن عموما، الفن التشكيلي، المسرح، المزيكا المحترمة والناس. احنا قررنا نكسر الفجوة دي بشكل ما وننزل. كان ليكوا فكرة أو رؤية إن الشعر بتاعكم، أنت قلت لي شعر عامية، الشعر بتاعكم كله واخد شكل العامية ولا أنت متخصص في العامية؟ احنا مجموعة المؤسسين شعراء عامية ومعانا كاتب قصة، لكن المؤسسين بالضرورة مش هم حركة صعاليق، في أعضاء مؤثرين كتيرة، في منهم شعراء فصحى طبعا، في فرقة مسرح، في ميوزيشنز. يعني الحركة ما بتحتويش على الشعر بس، أنتوا واخدين فيها أكتر من شكل. احنا كانت أفكارنا إن احنا نعمل حركة فنية شاملة، ملهاش اتجاه فني محدد، ملهاش اتجاه فني بعينه، يعني احنا مش مدرسة فنية، بالعكس كل واحد بيبدع بالشكل بتاعه وكل واحد بيبدع في الطريق بتاعه
تمام، اللي بيجمعنا ان احنا نعمل سبورت لبعض، ان احنا نعمل مسانده لبعض ونقدم ده مع بعض. فن تشكيلي، مسرح، مزيكا، شعر، قصه، الادب بانواعه. يا ترى انتوا شايفين انتوا هتقدموا حاجة جديدة، انتوا تكسروا القاعدة اللي موجودة، عايزين تغيروا اتجاه كل حاجة فحاطين اضافات جديدة بتاعتكم، ولا اتخذتوا سبيل من السبل اللي موجودة او طريقة معينة للشعر بتبتدوا تمشوا عليها؟ زي ما قلت لحضرتك، هو ما فيش اتجاه محدد لينا كلنا، كل واحد فينا عايز يجدد بالشكل بتاعه، عايز يجدد. كل واحد فينا جاي من بيئة مختلفة، كل واحد فينا عنده ثقافة مختلفة، كل واحد فينا بيكتب بشكل مختلف وعايز يجدد في السكة بتاعته. واعتقد ان ده مهم جدا، وده اهم ان احنا كلنا نجتمع على مبدأ واحد وهنطبق المبدأ دوت. ده هيدينا شكل التنوع اللي يناسب كل البشر. برنامجنا اسمه احلم معانا، واحنا عايزين نعرف حلمك ايه. انا حلمي ان انا افضل طول عمري اكتب شعر وما بطلش شعر. ربنا يوفقك ان شاء الله. وبما ان انت بتكتب شعر وشعر عاميه، احنا حابين نسمع من خلال احلم معانا، عايزين نسمع منك جزء من شعرك. الخوف ولا يوم بيبطل مشاوير، مروحهم جاي على دروبك. الخوف ولا يوم بيبطل مشاوير، مروحهم جاي على دروبك. الخوف على عتبة دارك، برواز الصورة المتعلق في جدارك، في العقد المتحرش بالنهدين والرسم اللي مزين توبك. الخوف ربك وعشيقك، ومحرك بالخطوة طريقك، وانضلت بيك الرجلين نتقدم للخوف قرابين يتغاضى عن كل ذنوبك. الخوف أغواكي اتملكني، الخوف أغواكي اتملكني، ولكني أول ما طلقت نياتي، أول ما بدأت أغني، الليل لملم بأوجاته وراح، الخوف كان خايف مني. حركة صعاليق مش بينضم إليها الشعراء فقط، لكن لأنها بتضم أكتر من نوع من أنواع الفن بينضم إليها كمان من يكتبون القصة القصيرة، وده اللي هنتعرف عليه من خلال ياسين محمود. ازيك يا ياسين؟ أهلا وسهلا بحضرتك. انت منضم لحركة صعاليق، ومع ذلك انت ما بتكتبش شعر، لكن انت قلت لي بتكتب قصة قصيرة. كلمني عن فكرة او يعني هدفك في القصة القصيرة. هدف القصة القصيرة هو بادئ من عنوانها أو من تسميتها، القصة القصيرة بمعنى القص أو الحكي. لأن في مفهوم عند الناس أن القصة القصيرة تقرأ فقط، لا إحنا نفسنا يبقى المفهوم ده يخرج عن الإطار ده، ويبقى أن القصة القصيرة تتسمع، وأنها لأن كل ما القاص بيقدر أن هو لما يقول قصته قدام الناس ويلقيها زي الشاعر لما بيلقي قصته، ده بيقرب منه متلقي جدا، وبيوصل لنقطة يلتقوا هما الاتنين فيها. إن كان حتى تعتبر ان لو انا قريت القصة مثلا اللي انت كاتبها مش هحس بنفس المشاعر اللي انت كتبتها بيها، فاحساسك وانت بتلقيها عليا هتحسسني بيها اكتر. هو بالنسبة للإحساس طبعا إن الإحساس بيوصل للمتلقي، وده اللي بيدفع كمان المتلقي إنه يقرأ القصة. تمام. وجودك بقى في حركة صعاليق وازاي فكرت ان انت تنضم للحركة او عرفتها عن طريق ازاي؟ احنا عامة مجموعة شباب نعرف بعض، منجذبين لبعض من زمان جدا، وبتعجبنا شغل بعض كلنا. فكرة ان القصة القصيرة لازم دورها يبقى موجود على الساحة، لان يمكن احنا ككتاب قصة قصيرة ظالمين القصة القصيرة عامة في مصر. يعني في طبعا ادباء وفي شباب كويسين جدا، لكن لازم فكرة كمان غير الكتابة، تطوير الكتابة، فكرة تطوير طريقة العرض القصة نفسها. يعني أذكر إن في أديب الكبير يحيى الطاهر عبد الله كان قاص عبقري جدا، كان بيقدر يقعد في القهوة يقدر يحكي قصة قدام الناس، كان بيقدر يوصل للناس. ده على مستوى العرض. أما على مستوى الكتابة احنا يعني عندنا رؤية إن احنا نطور فنيات القصة القصيرة، اكتشاف تكنيكات جديدة مختلفة عشان نقدر يبقى مسيرة القصة القصيرة في افضل وافضل. ياسين، اثناء انضمامك للمجموعه اللي هي المجموعه بتاعت صعاليق او حركه صعاليق تحديدا، انت بتنضم اليهم. طيب
مين بقى اللي بيقوم مثلا لو انت حابب تطبع القصه بتاعتك، بيقوم بطباعتها الحركه بتموله ولا انت بتطبعها على حسابك؟ لان طبعا الكاتب غير الشاعر ممكن يقول شعره ويعني زي ما بيقول بيتكلم بيه او يقولوا الموضوع مش مكلف، لكن القصه لازم يكون مثلا في كتيب او كتاب صغير بيقول عن القصه. والله هو احنا لسه يعني في البدايه، وبنفكر لسه بس الاول في تطوير نفسنا، ان احنا نعد نفسنا كويس عن طريق ورش. هنعمل ورش ان شاء الله في الشعر وفي القصه، بحيث ان احنا نقدر نقف على ارض صلبه. وزي ما انا قلت لحضرتك برضو، ان فكره ان يطلع الشعر مع القصه يتقال، ووقتها هيبقى في سبل كتير جدا قدامنا ان شاء الله ان احنا ننشر عملنا، وخاصه القصه القصيره. برنامجنا اسمه احلم معانا، وانا حابه اتعرف على حلمك ايه. حلمي ان الادباء والفنانين ياخدوا حقهم في البلد، لان هم يعني دوله من غير ادباء وفنانين مش هتعرف يبقى ليها اتجاه صحيح نحو حضاره. يعني هم البوصله اللي بيحددوا اتجاه الامه نفسها. طول ما الادباء والفنانين محطوطين في اطار كده بعيد عن الناس، والناس مش قادره تتواصل معاهم ومش قادرين يتواصلوا مع الناس، احنا هنبقى فاقدين للحضاره. يا رب ان شاء الله يحقق لك امنيتك وامنيتنا معاك، ونشوفك ان شاء الله كاتب للقصه القصيره مشهور ومعروف وتعمل معنا لقاء. نشكرك جدا. الف شكرا. بالرغم من انها حركه شبابيه بتهتم بالشعر، يعني معناه الخيال الواسع، لكن في نفس الوقت هي كمان ليها علاقه بالتكنولوجيا الحديثه، وده اللي هنتعرف عليه من خلال المسؤول عنها. عايزين نتعرف بيك. احمد ابو العلا، شاعر عاميه ومسؤول اي تي في حركه صعيدة. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. قولي يا احمد، طبعا الشعر والخيال والحياه اللي كلها يعني احلام وافراح، وفي نفس الوقت او ساعات احزان، لان الشعر ما بيقتصرش على الافراح بس، ومع ذلك انت فكرت ان انت تدخل التكنولوجيا اللي موجوده حاليا زي الانترنت، تقدر تدخلها في شغلكم او في حركتكم. ازاي بيتم التعامل مع التكنولوجيا دي من خلالك؟ مبدئيا احنا حركه مجموعه شباب اتجمعنا مع بعض، وطبعا التكنولوجيا هي سمه عصرنا، وهي اللي احنا بنعرف نستخدمها ونتواصل بها على قدر كبير جدا، وهي اللي من خلالها قدرنا نحشد حشود ونصنع ثورتنا الحمد لله طبعا، واللي لسه طبعا هنستكملها. حركه صعاليك على النت هي وسيله ان احنا نرتبط ببعض. عشان كده حركه صعاليك بتضم شعراء وفنانين، فنانين مسرح وفنانين مغنيين وفنانين مزيكا من جميع انحاء مصر. معانا اعضاء مؤثرين في حركه صعاليك من بني سويف ومن المنيا ومن اسكندريه ومن اسماعيليه ومن سينا، واحنا منتشرين جدا بسبب الانترنت اللي تاح لنا ان احنا نتواصل مع بعض بشكل سهل جدا، ونقدر نقيم الايفنتات في اي مكان. فعشان كده اي نوع من انواع الاحداث اللي ممكن تكون بتحصل، او اي حدث انتوا عايزين تقيموه، او اي احتفاليه انتوا بتبتدوا ان انتوا تروجوا لها عن طريق الانترنت. ازاي بقى بيتم التعاون بينكم؟ يعني انتوا تتعاملوا مع بعض ازاي؟ اعضاء الحركه المؤسسين واعضاء الحركه المؤثرين برضو الاعضاء العاملين. بنتم طبعا عن طريق صفحتنا، صفحه صعاليك، بيج صعاليك على الفيسبوك، تمام، وقناتنا على اليوتيوب صعاليك برضو، عاملين قناه كمان، وجروب برضو على الفيسبوك اسمه صعاليك. فمن خلال الحركه بينضم اي حد عايز ينضم لصعاليك، سواء محب للفن محب للثقافه، لان احنا بنعمل ندوات وامسيات تثقيفيه، تمام، للارتقاء بذهننا احنا كشباب، عشان نقدر نخلق جيل مكمل لصعاليك. طيب انتوا واثناء اي حد بينضم لكم، انضمامهم عن طريق الصفحات الموجوده على الفيسبوك او على الانترنت عموما، بيتم الانضمام ليكم، انتوا ما بتبتدوش ان انتوا تقيموه، او في شروط لدخول الحركه، ولا اي حد ممكن يدخل؟ طب ما ممكن يعني يحيد عن اتجاهكم او يبعد عن اللي انتوا ماشيين فيه. تمام، احنا حركه لا ايديولوجيه، تمام، ملناش مدرسه شعريه زي المدارس اللي كانت موجوده قبل كده. فاحنا بنهدف ان احنا بنهدف للحريه، كل واحد يبقى حر في مستوى الابداع اللي هو بيكتبه، تمام، وبنهدف ان احنا نرتقي بمستوى كل واحد من اعضاء صعاليك. عشان كده بنعمل ندوات وامسيات تثقيفيه، تمام، وايفنتات بنقدر فيها نثقف نفسنا، تمام. بنعمل النهارده سينما، بنعمل امسيات وبنعمل تجمعات قراءه، تمام، وبنعمل على الانترنت شير لمجموعه كتب، وعاملين عندنا مكتبه رقميه لاي حد عايز يتثقف، تمام. وفي ورش للكتابه للي شايف في نفسه ان هو ممكن يكتب، تمام. بنعمل ورش بيجي متخصصين يقوموا بيها،
تمام. في ورش قصه قصيره، في ورش روايه، في ورش شعر، بما ان احنا طبعا شعراء عاميه فبنهتم بشعر عاميه جدا. تمام، يعني نقدر نقول ان الحركه اساسها هو التنوع، وليس الاتجاه في يعني او خط واحد بتاخدوه. التنوع انتوا شايفين هو ده نجاح الحركه في التنوع نفسه؟ نجاح الحركه في التنوع وفي الاستمراريه. تمام. نجاح الحركه في ان يبقى موجود واحد غيري يبقى مسؤول اي تي بعديه. تمام. نجاح الحركه اني ما اطلعش انا ما يبقاش في غيري، لا، نجاح الحركه ان احنا نفضل مستمرين. تمام. ونفضل متواصلين مع كافه انحاء مصر طبعا، وباذن الله مع الوطن العربي كله ان شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. برنامجنا اسمه احلم معانا، وانا عايزه اعرف حلمك ايه؟ انا حلمي يبقى في مصر عدد سكانها صعاليق. بس مش بالمعنى الحرفي للكلمه اكيد. المعنى الحرفي للكلمه هو معنى عظيم، لان تمام، هو عظيم، بس نتمنى ان شاء الله مصر ترتقي والناس تحس ان هي في وضع افضل علشان ترضى بالحياه اكيد. لو وصلنا لمستوى الشاعر الصعلوق، تمام، يبقى احنا هنوصل لقمه الابداع. هنبدا من ورا جدا. امرؤ القيس وطرف بن العبد الشعراء الصعاليق كما ينبغي ان يكون. تمام. تمهيدا لكافه الشعراء كانوا صعاليق، ومن الصعلقه تعلموا الابداع. تمام. والفنانين في بداياتهم من الصعلقه تعلموا الابداع. لو قدرنا نوصل لمدى الصعلقه والابداع اللي وصلت بيه الناس دي، هنوصل لقمه الارتقاء وقمه التطور في بلدنا يا رب ان شاء الله. وانا طبعا لان انت من الصعاليق الشعراء، فانا محتاجه اسمع منك من خلال برنامجنا جزء من شعرك. عايزين نسمع معاك. هقول قصيده بعنوان الحجل. حكايات كتير تستنى عمر عيال حارتنا لما يبدأ حجلهم دوره الأخير. أول ما يخلص مستطيل الضحك تدخل دوامات الموت. ما بنعترفش إن الحقيقة المزمنة هي الهزار في لعبنا بالنحل، وإن السخافة بتبتدي مع بدء أول دوامات الموت. الموت قطان بينسى لفته، وقفة كزوزة دموع على أول الرابطة تودع حلمنا، حلم الصغار المخضوضين من الوقت، وتزرع آخر هزار علشان أبص في إيد بتضحك وافتكر لعب العيال بالنحل. حكايات بتتهجى العيال بتسنهم بكرة مراكبي أو أسير. فرحة الدور الأخير في لعبنا جيزة بتنسى عيل مبتدئ بعد المسافة. المشكلة في البلي تركيز النشان. ما تنسنيش أبدا وقفة ثبات النيكل الأزرق عليم. أمي بكرة امتحان وما بتذاكرش، وفشلت في الأمل الوحيد المحتمل، ورضيت مكوسي زيكم عليم. حكايات كتير بتبسلي شوق العيال ليا، شوقي لرجوع عيل. الله، عيال بنحلم نقوم نحقق حلمنا بصنع طيارة خشب، كيس وشوية خيط و3 خشبات بربع جنيه، وحبكة معروفة قوي ما بين ايدين المغرمين متنقلة فتطير اوام. حلم الطفولة نمسكه بشويش نوريه للسحب، تضحك ما تبكيش وتغرق حلمنا. شكرا. ومعانا دلوقتي من خلال احلم معانا مجموعه من الشباب ضمهم حب الكلمه، وده هنتعرف عليهم وعلى شعرهم. عايزين نتعرف بيهم. محمد فرغلي. تيمور مصطفى. احمد مولابي. انتوا الثلاثه كده ما شاء الله، انا عارفه ان انتوا شعراء وبتحبوا او منضمين لحركه صعاليق. عايز اعرف منكم انضمامكم للحركه وجات ازاي واتجمعتوا مع بعض ازاي؟ لا، بداية هي الحركة يعني هي بداية فكر وهم كلنا عايشينه، اللي هو عاوزين نغير في الأدب وفي الثقافة، بحيث إن إحنا نكسر الحاجز الموجود بين الشعر وبين الأدب بشكل عام وبين الجمهور، بحيث إن إحنا جزء من الجمهور عايشين همهم، عايشين أحلامهم زي ما إحنا عايشين أحلامنا. إحنا ما بنكتبش عن نفسنا بس، أي حلم ذاتي يبقى أكيد برضو غيري بيحلم بيه، وهكذا. هي البداية إحنا كلنا ببساطة اتقابلنا بشكل عادي جدا في أمسيات شعر أو في مركز الحرب الثقافي، لما كنا مع بعض في أمسية صلاح جاهين بالاحتفال بيه. اتقابلنا وقعدنا مع بعض، سمعنا بعض وعرفنا بعض أكتر، وابتدى ده ينمو جوانا، اللي احنا عايزين نغير، عايزين نثبت للناس إن الشعر مش الكلام التاني اللي بيتقال وبيطلع كلام رقيق جدا وهكذا. فمن هنا كانت الانطلاق والبداية مع بعض. في البداية أما اتجمعتوا مع بعض وكانت الحركة ما بتهتمش بس بالشعر، ما تخوفتوش إن هي ليها أكتر من اتجاه ممكن ده يكون مش هيبين أو يظهر موهبتكم الشعرية؟
اطلاقا طبعا. يعني الفكره كلها ان احنا اصلا لما جينا اتكلمنا وقلنا ان احنا هننشئ جماعه صعاليك او هنكون جماعه صعاليك، ابتدى هدفنا مش الشعر بس ولا الادب بس، لكن عامه الفن بشكل عام. لان الفن هو تعبير، يعني هو تعبير جميل جدا عن على ارض الواقع، عن اللي بيحصل على ارض الواقع. فاحنا بصينا للزاويه دي، فاحنا قلنا مش المفروض بس نكون شعراء بس، ولا قصاصين بس، ولا روائيين، ولا حتى ممثلين. لا، احنا قلنا نخش في كل المجالات علشان نوصل نظريتنا او فكرتنا عن الفن والابداع، وفكرتنا عن مش الشعر بس. يعني صديقي محمد فرغلي اتكلم عن فكرتنا عن الشعر، لكن بس مش جماعنا حب الشعر. لا، احنا ممكن كنا نقعد مع بعض مثلا ونجيب فيلم مثلا ونقعد نتفرج عليه، وبعد الفيلم نقعد نتناقش حواليه، يعني قعده سينمائيه مثلا بدون فكرنا عن الفيلم وايه اللي وصل لنا. لكن ده نروح مثلا، حضرتك عارفه الاوبرا، ممكن نروح نحضر حفله في الاوبرا وبعدين بعد ما نخرج نتكلم. فالكلام كله طلع من هنا ان احنا شايفين احنا كلنا جمعتنا الموهبه، وجمعنا حرصنا الشديد على الفن، وجمعنا رؤيتنا الخاصه جدا بجيل اعتقد ان هو جيل قادر على التغيير وعلى يعني الابداع بشكل مختلف جدا. الجيل اللي احنا ابهرنا بيه اجيال قبل كده قبلينا، طبعا بمساعدتهم وبرؤيتهم وبثقافتهم اللي هم ادوها لنا، احنا قدرنا نغير. فاحنا قلنا بس مش الفكره في التغيير في النقطه دي بس، لا، احنا ممكن نغير كل انواع الحياه. كان من ضمن همنا بقى اللي احنا الهم المشترك او الهم اللي جمعنا هو هم الفن وهم الابداع، فابتدينا منه. كنا النهاردة مع شباب مختلف موهوب اقترنت عنده الموهبة بالعزيمة والإخلاص وحب الوطن، وعلى قد ما عندهم من أحلام بنتمنى من كل قلوبنا إن هم يحققوها، لأنهم شباب مصري بجد. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء يتجدد وحلم جديد من أحلام معانا.